يو شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ناسي وحبايبي في فيديو جديد في شين مخر هذا 100% كورة كما العادة. باش نحكيو توا على ليكيب ناسيونال. كنت عملت فيديو قبل ما يتلعب ماتش تونس ومدغشقر، حكينا على شوية من اللاعبية اللي أساميهم مربوطة بالمنتخب الوطني التونسي اللي اوفيسيالمون جمعيتهم هبطوا القائمة كونوا هما موجودين في المنتخب قبل ما تهبط القائمة اوفيسيال في الباج فيدراسيون. حكينا على برشا حالات إيجابية وسلبية. توا بعد ما هبطت القائمة وتلعب ماتش بين تونس ومدغشقر باش نحكيو على شويه على السكواد ليست، على الملاعبين اللي شاركوا في الماتش هذايا، رودمون تاع المنتخب الوطني التونسي اللي هو رودمون تعيس وتعيس على الاخر حق نتاع ربي. مدغشقر مع كل احتراماتنا لها راهو فريق عادي جدا، فريق تنجم تربحه فاسيل بسكور، وديما الماتشات هذوما يكثروا لك ثقه من روحك ويحاولوا يعاونوك ويدزوا معاك باش تربح اكثر الماتشات القدام. نتعداو شباب توا التشكيله نتاع تونس مدغشقر اللي في واحد شايف في الدقيقه 99 تبارك ولا 98، والحكم زيد درجك هاو يعني باش تفهم انت بالدز غير بركة ماركي. التشكيلة باش نقيمها انا من الله ما ميش حاجة مريقلة. منتصر طالبي مريقل مريح باللي موجودين في البنك. تو رانا باش نقيمو حسب موجود في البنك مش حسب موجود في توانسة اللي قاعدين يكوروا. سي بون سكواد ليست طفيناه حاطيناه على جنب باش نرجع لاخر فيديو باش نشوفوا الاسامي المظلومة واللي تنجم تكون موجودة تعاون برشا المنتخب الوطني التونسي. كيما قلت لكم ما تنساوش زمزمي حسين تقا الخضراوي هذوما ثلاثة خلطوا في السكواد ليست واللي حاجة بيها على الآخر. ثلاثي قاعد يقدر في راندمون باهي ونجم يعاون ليكيب ناسيونال. نحكيو توا على السكواد ليست باللي عنا شكون يهبط، اسكو حاجة بيها ولا حاجة خايبة. الطالبي مريح في اللاكس نورمالمون سافا، بوشنيبة وعلي العابدي الحق بصفة عامة الديفونسيات الكل معهم جارديان. نتصور ذوكم موجودين باهيين على الآخر، احسن اختيار ما في الاسامي الكل موجودين. نتعداو الميليو تيران وين نلقاو عيسى العيدوني، محمد علي برمضان وحمزه رفيعه صانع العاب كوم 10. نتصور باللي موجود انا الحق نتاع ربي العيدوني اوت. مشيت الخليج خويا ربي يوجهك خير، ما عادش تقدم حتى ليكيب ناسيونال. بالرغم فرجاني عندي عليه برشا احتراز وكيف كيف حتى هو عندنا ما يستدعش خير، سي بون كبر في العمر. لكن كيما تعرفوا ديجا حتى بنزرتي قال راه كونه اللاعب ذا يلعب جرين يلعب قليب. عنده كيما نقولوا هكا حاجه سبيسيال شويه هو فرجاني ساسي قدام فوزي بنزرتي، يعني يستدعاه ونجم يستحقه يلعب حتى بالقليب تاعو بالخبره كم كابيتين والجو هذاك الكل. كل واحد ورايه. انا نراه كونه شو اسمه محمد حاج محمود اموره مريقله نجم يكور كيف كيف، برغم مش موجود هنا عندي في الليست نتاع البناكه. تعيط وبعدين تخلي اورليس ولا ما فهمت حتى شيء يعني. تنجم تلعب الزمزمي، تنجم تلعب حسام تقا، يولي التريو نتاعك حسام تقا بار اكزومبل ولا الزمزمي ومحمد علي برمضان ورفيعة. نحكيو توا على الاتاك نلقاو علي يوسف راس حربة، سيف الله الطيف علي سارة، مرتضى بن وناس على اليمين. الاتاك يتسمى سافا حسب الاسامي الموجودين. ممكن فما زاد حسام بن علي كان ينجم يهبط يكور، ينجم يقدم اضافه وقاعد يعطي في رودمون باهي مع ليتوال. جروسو مودو تشكيله اللي هبطت بارابور البناكا وسكواد ليست اللي هزها فوزي بزرتي، تشكيله باهيه تنجم الحق نتاع ربي. انا توقعت كل نشوفوا ماتش خير من هكا برشا، سورتو ملاعبيه سافا يعني ملاعبيه دو كاليتي امورهم ريقله. نحكيو على الماتش، ماتش زيرو 90 دقيقة ماكش نفكر الفرص اللي يستحقوا أصلا التسجيل. فرص الكل ها واحد طيش كورة، واحد سنتر كورة بالغلط، ها والآخر نحى كورة من سيق صاحبه حاسيلو نلعب في بطحة مش نلعب في كورة. مدغشقر كيما حكينا مع احتراماتنا لها فريق عادي جدا، مانيش نواجهو لا في نيجيريا لا في جنوب افريقيا لا في الكوديفوار اللي ذوك مجنون يعني. برغم احنا توا انا في اول القائمة يعني في التوب 1 في البول نتاعنا اللي فيه 4 جمعيات، احنا 3 بوان نقطة غامبيا ونسيت الفريق الآخر، ومدغشقر الرابع هو صفر. حاسيلو كي تجي تشوف جروسو مودو منتخب الوطني التونسي تعب على الآخر، مش هذا الرودمون اللي نستناو فيه. فوزي بزرتي لازم يكبس أكثر الملاعبية، لازم يعطي حق الملاعبية اللي حاضر واللي يكور وعنده ساقي يلعب على حساب الآخر. خويا المنتخب هذا منتخبنا نتاعنا الكل يلعبوا على ضرب تونس، يزينا من التقسيمات ويزينا من الجمعيات. وانا كي نلعبوا توا في ليكيب ناسيونال كيما شفنا في الجماهير لقينا واحد لابس ماريو ليتوال، اسبيرونس، كلوب، سي اس اس، سي بي، ستاد تونيزيان، فرق تونس الكل. يعني خويا خلينا نشيخوا كورة، خلينا نتفرجوا، نحينا من راسنا فاس هذا يلعب في الفريق الفلاني والآخر يلعب في الفريق الفلتاني. اللي يسحق كورة مهما كنت في تونس في حتى في الخليج وتكور ميسالش
لكن الموجودين عندنا في الخليج الكل يكوروا عمرهم 30 و32 يعني فان كارير وحبوا يلموا شويه فلوس. اللوجيك يقول من الاختيار نتاعهم من العمر نتاعهم تفهم اللي هما مش يقدموا لك اضافه، مش يعاونوك. وخويا مشروع هذوما راهم هما اللي يطلعوا لك صغار، هما اللي يعطيو فرصه للصغيرات يماركيو يعطيو اسيستوات يفركحوا ولا الخضراوي 4 ساعة يلعبها ورا كورة تحسوا يحب عمل جاب فرص سنتر كور حاول يشوت يعني تحسوا كوارجي ويحب يقدم إضافة للمنتخب بلاده. عكس برشا ملاعبية كيما الطيف يكركر حمزة رفيع يكركر 90 دقيقة تجي تخرج وانت تخرجهم الكل كان هو ياخذ حتى للآخر. محمد علي بن رمضان حاول يجيب كور أول ماتش لكن بعتلي حسينا كلي تعب وماهوش في نهاره. شكون اخر بن وناس الحق متاع ربي حسيته مع المنتخب الوطني التونسي مع التشكيله هذيا تو ما لقاش روحه باليدي وما ثماش شكل انسجام كبير، مش نفس الرودمون اللي عنده في تركيا. ممكن كان لعب في المليو حاجه اخرى الله اعلم، الحق متاع ربي ما نجمش نتفلسف على توا. الملاعبيه اللي حبيت نحكي عليها ونقول كونه راهو مظلومين وكانوا نجموا يقدموا برشا اضافه سورتو ماتشات كيما هكا تعطيهم فرصتهم خلاهم يكوروا وعلاش لا يوليو تيتولير. اول لاعب حنبال المجبري يلعب في بيرني، شفناه مني مشى توا من مانيو تبيع البيرني تقريبا 40 مليار بفلوس تونس. ترانسفير هذايا حاجه باهيه على الاخر توقت هذا في تاريخ الملاعبيه الترانسفير نتاع الملاعبيه توانسه. نتصور كان ينجم يجي اموره مريقله. انيس بن سليمان بالرغم من شكل لاتاكون اللي واو لكن حق نتاع ربي انا كنشوف هيثم جميل نشوف بلال الماجري. كما قلت لكم نحبش نحكي على علي يوسف على خاطر مازال ما شفناش شنو ينجم يعمل بالضبط سورتو مع جمعيته قاعد يكور يعطي في رقم باهي. بن سليمان يلعب في شيفيلد يونايتد مشى تو اعاره النورويتش سيتي بارتير من بدا يكور من بارتير من 13 جويلية 2024. ادريس ميزوني من مواليد 2001 عمره 23 سنه يلعب في اوكسفورد بداية الشامبيونات نتاعو من 27 جويلية 2024. يعني علاش نعطي توا في بداية هذوما خاطر بزرتي قال راه ما نحبش ملاعبي مش كومبيتيتيف وما يلعبش في الجو هذاك الكل. إدريس يلعب ميليو سنترال قيمة التسويقية نتاعو 400,000 يورو عمره 23 سنة من مواليد 2001 يعني كوارجي صغير في العمر. يلعب في جمعية اوكسفورد بقدرها امور مريقلة في الشامبيونشيب اللي هي اقوى من برشا بطولات الوالة في اوروبا، مش نحكيوش حتى على الافريقيا. الشامبيونشيب راهي بالرسمي راهي بقدرها ونشوفوا في تنافس ونشوفوا في كورة ونشوفوا في برشا ملاعبية كيما خواتنا مثلا في الجزائر في المغرب يلعبوا في الشامبيونشيب بعد يطلعوا مع جمعياتهم ويلعبوا في اقوى نيفو. علي غرام نقطة استفهام كبيرة علاش خويا ما نشوفوش الطالبي بحثي علي غرام خويا ايش بيها اختار دونيسكو ما هي الجمعية هاكا السيد مشي يحترف في كو ديجا مع السي اس اس في عمره هو يا معلم كابيتين. انت علاش ما مع تاليزي هو كابيتين مع السي اس اس مع الجمعية من جمعية الكبار اللي في تونس ومن بعد يمشي الشختار يحترف نورمالمون بلاصتو وليت مضمونة اكثر ليكيب ناسيونال نلقاوها اوت. انت اصلا كي باش تعيط له باش تضمن له بلاصتو في الشختار باش يولي الكوتش يقول باي هو في العمر الصغير هذايا ومشي مع منتخب بلاده ويلعب في الكان وتيتولير والدنيا يا صحيبي شبيني ما لعبوش يعني يولي خويا فيه العسل ويكاور تضيفوا لي هو وكي تضيفوا لي هو يلعب في جمعيته وانت كيف كيف باش يولي يعطيك البلوس وياخذ خبره اكثر ويولي كوارجي ويرزن. بالرغم راهو بالحق رزين على الاخر مع في لعب يعني مع شختار ولا مع سياسيس من لاعبي التكنيس الشيخ علي على الاخر. سيني شوشين اللي كان في برايتون يو 23 ومشي على نورثامبتون في الليغوان في الديفيزيون الثالثه كيف كيف شباب راهي ديفيزيون الثالثه خير من برشا بطولات. والاخراني عمر العيوني اللي حكينا عليه ديجا يلعب في السويد اتاكون إلي غوش بدا يلعب من 28 جوان سجل 7 أهداف وتأسيست. السيد هذا نتفك عليه 2019 بدا يكون مع المنتخب الوطني التونسي سجل هدف. قال ان شاء الله الجمهور معناتها نشكره برشا وان شاء الله باش نقدم اضافه وتشوفوا مني كان خير وينه الله اعلم. الاسامي اللي حكينا عليها مرتاحنا منهم انتر بارونتيز اخر مره مع الناخب الوطني اللي قبل بنزرتي كيما الفرجاني كيما المساكني كيما برشا اسامي كبار في العمر مع الفاز اللي عملها العيدوني والسخيري نلقاهم توا هم اول وحدين موجودين. كيما حكينا يعني جمعيه فيها شباب تلقى فيها لاعب ولا اثنين خبره اما ذي جمعيه كلها شيب يعني تحط لي فرجاني والعيدوني ومش عارف انا شكون صحيبي كهو خويا هزوا المنتخب لعبوا وحدكم مش لازم نتفرجوا احنا خويا ما عادش حطونا تلفزيون مباريات منتخب وطني تونسي وما عادش خويا تحلونا رات لا والو. هكا شباب وصلنا كملنا الفيديو نتاع اليوم. الله غالب مانيش في صحني المنتخب مش عاجبني الجمله واللي قاعد يصير
يصير عنده أعوام وسنوات وما تصلحناش باقي في الطبعة باقي متخبش للهاوية. خلوا لي رايكم في لي كومنتير على الكلام اللي تحدثت الكل، على الملاعبية اللي سميتهم شكون يسحق شكون لا. الملاعبية ديجا اللي قلت عليهم هما ما جاوش اسكو يسحقوا يلعبوا ولا في نظرك انت صديقي متابع شان مخ الهدرة، رايكم يهمني على الاخر، جاوب على لي كومنتير الكل. باي باي، نتقابلوا في فيديو جديد.